الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبائي، اليوم سأحكي لكم قصة وهي قصة رائعة وجميلة، عجبتني صراحة، عجبتني. والقصة تحت عنوان زوجتي أحيتني ثم ماتت. كتب أحدهم وهو من سكان مكة المكرمة: انفصلت أمي عن والدي وسافرت إلى أهلها مسافة 1200 كيلومترا، وكان عمري آنذاك 4 أعوام. عشت الضياع متنقلا بين بيوت أعمامي إلى أن وصلت سن 16، وانفصلت من المدرسة بسبب سلوكي الإجرامي، وبعدها حصلت على لقب داشر. أتعبت والدتي بالمشاكل، قدمت في دورة عسكرية وتخرجت برتبة جندي. بدأ وضعي يتحسن. خطب لي والدي بنت عمي دون أن يستشيرني، وهي معلمة دين. طبعا وافقت، لأني لازلت أحمل لقب داشر، ومن يتزوج داشر؟ ما صدقت أحدا يتزوجني، ولا أخفيكم كنت طامعا في راتبها. المهم تم الزواج، ودخلوا علي زوجتي قبل الفجر بساعتين تقريبا. سلمت علي وسألتني عن حالي، وهذه أول مرة يسألني أحد عن حالي. بدلت ملابس الزفة وتوضأت وطلبت مني أتوضأ. توضأت وذهبنا للمجلس. طلبت مني أن أصلي بها وتلعثمت، أي قلت في نفسي: آخر صلاة صليتها قبل 7 أشهر في رمضان. المهم الله ساعدني وصليت بها 2 ركعات. قالت لي: باقي 1.5 ساعة للفجر، ما رأيك نذهب نصلي في الحرم، وبعدها نأخذ فطورا ونفطر وننام؟ طبعا وافقت، ولو تطلب أي شيء سأوافق. فمن تتزوج داشر وعندها راتب؟ الله يسرها وصلينا الفجر، وهذه الصلاة التي قلبت حياتي 180 درجة. صلى بنا الشيخ شريم، أنا لا أعرفه، هي قالت لي اسمه. قرأ في الركعة الأولى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ذهبت في عالم آخر، وقلت في نفسي: والله أنا المقصود. انتهينا صلاتنا وتناولنا فطورنا ونمنا. بعد 2 أسبوعين قالت: ما رأيك أراجع معك القرآن؟ وأنا أقول في نفسي: أي قرآن يا بنت الحلال؟ كل اللي حافظه في القرآن هو 4 سور: الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، وقراءة مكسرة حفظتني جزاها الله خيرا عدد من قصار السور. بعدها عرفت أنه في حلقة تحفيظ في الحرم بين المغرب والعشاء، طلبت مني أسجل فيها. طبعا وافقت، لو تطلب أي شيء سأوافق. زوجة مثالية في كل شيء. كنت أقول: حرام أن يأخذها واحد داشر مثلي. كل ما يبحث عنه الرجل فيها: عقل، دين، جمال، وبنت ناس وراتب. أصبحنا نذهب كل يوم قبل المغرب نصلي المغرب. أنا أذهب لحلقة التحفيظ وهي في قسم النساء. استمرينا على هذه الحال حتى حفظت 13 جزء. كنت سريع الحفظ، وكان صوتي جميل جدا. جاءتني ترقية في مدينة أخرى بعيدة عن مكة. كنت أتحين فرصة غياب إمام مسجدنا وأصلي بدلا عنه. في فترة زواجي ألحت علي حتى أكملت الثانوية، ثم ألحت علي وكملت الجامعة منتسبا في كلية الشريعة. تفاجأت في أحد الأيام إعلان وظيفة إمام وخاطب جامع. تم بحمد الله تعييني إمام وخطيب في مسجد صغير.
أصبحت زوجتي بالدنيا، لو تطلب عيوني أعطيها. تحولت من داشر مشرد في الشوارع إلى خريج كلية الشريعة، إمام وخطيب. من يصدق هذا؟ الصدمة التي لا أنساها أن زوجتي كانت تشتكي من صداع شديد، تبين بعد ذلك أنه ورم في الدماغ. لم تكمل سنة وانتقلت إلى رحمة الله. لي منها 3 بنات نسخة من أمهم. بعدها بسنة طلبوا إخوتي أن يبحثوا لي عن زوجة. رفضت طبعا رفضا قاطعا، وقفلت هذا الباب لأني سأظلم الزوجة الجديدة، وقلت لهم راحت، ذهبت، وعوضني الله ب3. باختصار، زوجتي أحيتني ثم حولتني من داشر إلى رب أسرة جامعي ومحل تقدير في عملي. وتذكرت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والحكمة طبعا من القصة هي: علموا بناتكم كيف يصنعن الرجال. هذا هو الهدف من القصة، وأتمنى أن تنال إعجابكم. وبحكم أن هذه القصة أو هذه الحكمة صغيرة، سوف أضيف قصة أخرى، وأتمنى أن تكون في أن تنال إعجابكم. عنوان القصة الثانية: لا تنخدع بما يقال لك. مر المجرم من أمام باب المنزل الذي كان مفتوحا بشكل بسيط، فقرر أن يفتح الباب ويدخل. وعندما أصبح وسط المنزل وجد أبا وابنته، فأراد الإمساك بالفتاة بالقوة. حاول الأب أن يحمي ابنته، ولكن المجرم لم يمهله كثيرا، وضربه على رأسه بحديدة كانت معه، فأراده قتيلا. فدخل الشرطي وشاهد المجرم ممسكا بالفتاة لكي يمنعها من الصراخ، فأطلق النار عليه فتوفي على الفور. هذه رواية الشرطي. بمجرد أن قلت لك أنه مجرم بدأت تكرهه، وأفعاله زادت من كرهك له، حتى أنك فرحت لأن الشرطي قد قتله. ولكن انتظر قليلا لنسمع نفس الأحداث على لسان الفتاة. تقول الفتاة: هذا ليس أبي بل زوج أمي، وكان كلما خرجت أمي يعتدي علي ويضربني، وكان يهددني إن لم أستجب له أنه سيضربني بالحديدة التي يحملها بيديه. فصرخت بصوت عالي، رغم أنني في المرات الماضية كنت أصرخ ولا أحصل على المساعدة. ولكن دخل على المنزل ذلك الرجل الطيب الذي سمعني، والحمد لله كان الباب مفتوحا. وعندما حاول زوج أمي مقاومته، استطاع أن يأخذ منه الحديدة ويضربه على رأسه ليسقط ميتا على الأرض. ومع ذلك بقيت أصرخ من الخوف. فجأة هذا الرجل الطيب واحتضنني ليهدئني، وفي تلك اللحظة دخل الشرطي وظن أنه يحاول أن يعتدي علي، خصوصا عندما رأى زوج أمي قتيلا على الأرض، فأطلق النار عليه فمات الرجل الطيب على الفور. الآن حزنت على الرجل الطيب الذي هو نفسه المجرم قبل دقيقة أو دقيقتين، وفرحت لمقتله. فأنا بروايتين مختلفتين لنفس الحدث، نقلتك من جهة إلى جهة أخرى، تلاعبت بك وبمشاعرك خلال 2 أو 3. ولكن هل تصدق أني لو رويت لك هذه الأحداث على لسان الأب أو زوج الأم سأجعلك تكره الفتاة؟ فالذي تلاعب بك في الموقفين السابقين قادر أن يتلاعب بك دائما. هذه هي نهاية هذه الحكمة، وصراحة فهذه هي الحكمة. الحكمة من هذا:
إن كان الحاضر الذي نعيشه يتم تزويره فكيف نثق في الكلام المنقول لنا؟ عليك أن تكون حذرا متيقظا حتى لا تكون العوبة بيد المنافقين الحاقدين والحاسدين. فكم من علاقة شخصية دمرت وانتهت نتيجة النقل حسب الأهواء. فانتبه جيدا قبل أن تحكم على أحد. هذه الجريمة تحدث يوميا في الإعلام، وهي لعبة الإعلام ولعبة وسائل التواصل الاجتماعي ودردشات المقاهي والأركان، وتوجد بكل مقام لا يعتليه. قوله تعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحذر، وخصوصا في علاقاتكم الاجتماعية وتعاملاتكم مع مختلف أطراف ذلك النسيج الرئيسي في المجتمع. وهذه هي حكمتنا اليوم. القصة الأولى تحمل مغزى وتحمل عبرة، والقصة الثانية تحمل حكمة، وهذه الحكمة تنقصنا حاليا، هي ما تنقصنا حاليا للأسف الشديد. عندما نشاهد حادثة أو واقعة كل واحد يقول كما نقول نحن بالمغربية: كل هاي الغبلغة، كل واحد يقولها بطريقته وينقلها بطريقته، لكنها تختلف من شخص إلى آخر، لأن هناك من شاهد بالفعل وقالها بطريقة صحيحة، وهناك من لم يشاهد شيئا لكنه يقول أنه رأى ويقولها بطريقة ليست موجودة أصلا، أو سمعها من عند أحد آخر بالخطأ ونقل الأخبار كما نقول. المهم هذه هي الحكمة من هذه الحكمة فعلا. وهذه هي قصتنا اليوم، وأتمنى أن تنال إعجابكم. وكما نقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.